السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. اليوم رايحة نتحدث لكم حول أغلب تصريحات مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. أقام ندوة صحفية وتحدث فيها على أبرز ما سيحدث في مباراتهم ضد منتخب النمسا، وكذلك صرح بأن اللاعب عمورة ليس جاهز لمباراة النمسا، وطمأن الجمهور حول وضعية اللاعب رامي بن سبعيني. تحدث بأنه أصيب بإصابة طفيفة وليست إصابة خطيرة، فأكمل المباراة عادي، وقال بأن رامي بن سبعيني جاهز لمباراة النمسا اليوم إن شاء الله. وتحدث كذلك مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش حول الإشاعات أو الكلام الذي يتحدثون عنه، وقال بأنني أخذ الكلام بطريقة إيجابية، وكذلك أخذت كل المباريات بطريقة إيجابية. وقال بأن مباراتنا ضد منتخب الأرجنتين أخذتها بطريقة إيجابية وليس بطريقة سلبية. وتحدث بأن الفوز ضد منتخب الأردن زاد في حماس للاعبين. وتحدث كذلك بأن كل اللاعبين جاهزون للمباراة ضد منتخب النمسا، وتحدث عن منتخب النمسا بأنه لديه نقاط القوة وكذلك لديه نقاط الضعف وهم سيعملون عليها. وتحدث بيتكوفيتش وطالب بالدعم والتشجيع للمنتخب الجزائري، وقال بأن التشجيع في كانساس سيتي في المباراة الأولى كان تشجيع رائع، وطلب بالمزيد من التشجيع للاعبين، وقال بأن كلما كانوا اللاعبين في حالة إيجابية وكلما كان يعني في حالة جيدة سيقدمون أفضل ما لديهم. بيتكوفيتش قام العديد من التصريحات وصرح كذلك في ما قلت أبرز ما تحدث عنه بيتكوفيتش في ندوته الصحفية حول المباراة. وتحدث بأن مباراة ضد النمسا يجب أن نفوز فيها ولن نترك أنفسنا للدخول في الحسابات، وقال بأن يجب الفوز أو التعادل ولن ننهزم، يجب أن نصعد في المركز الثاني ولا يهمنا ولا نخمم في منتخب إسبانيا، الهدف هو الفوز على النمسا. عندما يتحدث بيتكوفيتش بهذه الطريقة يعطي الأمل للشعب الجزائري وللجمهور الجزائري الذي يعشق كرة القدم. تصريحاته كانت بكل إيجابية وبكل فرحة، لكن هل سيطبق بيتكوفيتش هذه الإيجابية على أرض الميدان؟ هكذا تحدث وهكذا قال بأننا سندخل المباراة بكل إيجابية وسنلعبها للفوز ولا غير ذلك. إن شاء الله نحن نريد هذا ونريد الفوز للمنتخب الجزائري، لكن هل سيتم تطبيق هذه الأقوال؟ إن شاء الله اللاعبين في أحسن حال ومستواهم تحسن، إن شاء الله يقدموا الأفضل في مباراتهم ضد منتخب النمسا. ولا ننسى بأن يوجد لنا ثأر لمنتخب النمسا، وهي مؤامرة خيخون التي أقيمت مع منتخب ألمانيا ضد المنتخب الجزائري في كأس العالم سنة 1982. الجزائر لا يمكنها أن تنسى والمنتخب الجزائري لا يمكنه أن ينسى. إن شاء الله اللاعبين يخموا هكا ويخموا أنه يوجد ثأر ويفوزوا على منتخب النمسا في مباراتهم اليوم على الساعة 3 صباحا. المباراة ستكون صعبة ومصيرية لمصير المنتخب الجزائري في الحسابات، لا نريد دخول الحسابات، نريد الفوز فقط. وش رايكم مشاهدينا؟ هل المنتخب الجزائري رايح يقدم مباراة جيدة ويفوز على منتخب النمسا أم سنضطر للدخول في الحسابات؟ حسب رأيي لا يمكننا الفوز على منتخب النمسا إذا لعبنا بنفس الطريقة التي لعبنا فيها مباراتنا ضد منتخب الأردن، وكذلك الطريقة التي لعبنا بها ضد منتخب الأرجنتين. إن شاء الله يقدموا الأفضل وإن شاء الله يكونوا في أفضل مستوى. نحن لا نريد الشر للمنتخب الجزائري بل نريد له دائما الأفضل. إن شاء الله المنتخب الجزائري يقدم الأفضل وإن شاء الله يفوز على منتخب النمسا. أنا أريد الفوز إن شاء الله، ودائما ندعي أن نفوز على منتخب النمسا ونتأهل مباشرة
للدور الثاني إن شاء الله ذلك. خليولنا آراءكم في التعليقات وما تنسوش الاشتراك في القناة، ولا تنسوا بأن المباراة اليوم أي السبت على الساعة 3 صباحا إن شاء الله بتوقيت الجزائر، وستنقل على قناة التلفزيون العمومي وكذلك على قناة بيان سبورت. إن شاء الله الفوز. خليولنا توقعاتكم حول نتيجة المباراة، وهل يمكن أن يدهشنا المنتخب الجزائري ويفوز اليوم على منتخب النمسا؟ إن شاء الله كل الدعاوي والتمنيات للمنتخب الجزائري، ونتمنى تشكيلة المنتخب الجزائري تكون جيدة ويدخل بلاعبين اللي يكونوا صح يعرفوا يلعبوا ويقدموا مباراة أفضل مباراة ويدافعوا على قميص المنتخب الجزائري وعلى الجزائر. بالتوفيق لكل اللاعبين وبالتوفيق كذلك للمنتخب الجزائري. خلونا آراءكم في التعليقات. السلام عليكم.